السلام عليكم، أنا ريم من ريمز كيتشن، واليوم حنسوي صدور الدجاج بزبدة الأعشاب من غير ما أتكلم. ما يحتاج أقول أي كلمة، أنتوا بس تفرجوا على الصورة. بس اتفرجوا واستمتعوا بالشكل. شوفوا الزبدة، شوفوا أول حتة من الزبدة كيف قاعدة تسيح وتدخل بين صدور الدجاج. unbelievable unbelievable، مرة طعم. عشان نعرف كيف نسويه فجأة صرت هادية، خلونا نروح المقادير. حنحتاج صدور دجاج، وكزبرة مفرومة، وتوم مفروم، وعصير ليمون، وصويا صوص مالحة، وزيت زيتون. وحنحتاج زبدة من مجموعة الطبخ من لور باك. حنستخدم مكعبات الزبدة. ليش؟ عشانها تيجي 6 مكعبات مع بعض، كل واحدة وزنها 50 جرام، ومرة حتسهل علينا الطبخ وحتوصل لدرجة حرارة الغرفة مرة بسرعة. وملح وفلفل أسود. دحين حنروح لطريقة التحضير. أول شي حنحضر تتبيلة الدجاج. حنجيب زبدية قزاز أو صحن بلاستيك، ونحط زيت الزيتون والصويا صوص والثوم المفروم، وبعدين نحط الملح والفلفل الأسود. لا تكتروا ملح لأنه صويا صوص اوريدي مالحة. بعدين حنخلطهم مع بعض، بعدين نبدأ نضيف لهم الدجاج. أول شي حنحط الدجاجة على قفاها، صدور الدجاج. بعدين حنقلبهم على الجهة التانية، يعني حنقلبهم على وشهم عشان برضو وشهم يعني ياخد الطعم. بعدين حنغطيهم ونسيبهم في التلاجة من نص ساعة إلى ساعتين. بعدين حنبدأ نشتغل في الزبدة. حناخد مكعب الزبدة نفكه، ولازم يكون بدرجة حرارة الغرفة عشان ينخلط معانا مظبوط. حنحطه في زبدية صغيرة. بعدين نبدأ نضيف له البهارات أو الأعشاب. حنحط الثوم والليمون، عصير الليمون. بعدين حنضيف الكزبرة المفرومة. بعدين حنحركهم مع بعض. حنحركهم إلين ما كل شي ينخلط مع بعض ويصير شكله زي كده. وقتها حنسيبه في التلاجة تقريبا ربع ساعة أو إلين ما نحتاجه. دحين حنجيب طاوة عادية أو طاوة حقت شوي، نسخنها لين ما تصير سخنة 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 على نار متوسطة العالية. بعدين نضيف لها صدور الدجاج. دحين حتجلس صدر الدجاج حيفضل من 4 ل5 دقايق على كل وش إلين ما يستوي. بعدين حنشيلهم وحنكون خلصنا وحنكون مستعدين إنه يتقدم. شكلها مرة طعم من دحين، شكلها مرة لذيذ. عشان التقديم أنا إيش سويت؟ حسيت صدور الدجاج لوحدها ما تكفي، فسويت معاها أسبارجس اللي هو هيليون. ما أدري كيف ينطق صح، أعتقد هيليون. وحطيت رانش صوص، وحطيت ذرة. بس في كده حنكون، لا مو كده حنكون خلصنا. استنوا، الزبدة. حناخد الزبدة بعد ما حنخلص نشوي الدجاج، حنطلع الزبدة من التلاجة ونقطعها مكعبات صغيرة. بعدين نحطها على الدجاج وتبدأ تسيح ويطلع شكلها جميل. وبصراحة يعني أشوف طريقة تحضير الزبدة دي مع الدجاج شيء مرة يناسب لكل يوم وشيء مرة سهل. أعتقد إنه أنتوا شايفين وما يحتاج أشرح أكتر من كده أبدا. وبكده حنكون خلصنا فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا لما تجربوها تصوروها وتبعتولي. حطوا الصورة على هاشتاج لكل يوم، هحط لكم الهاشتاج دحين. وبس ترى مرة لذيذة. شكل الزبدة وهي بتسيح على صدور الدجاج، ما أوصف لكم الجمال واللذاذة. وأشوفكم في فيديو تاني قريب إن شاء الله، وبالعافية عليكم ومع السلامة.